طرق كتيرة ممكن نستخدمها عشان نلاقي حلول ونولد أفكار تساعدنا في حل أي مشكلة ممكن تقابلنا. واحدة من أشهر الطرق دي وأكثرها فعالية هي الفيشبون أناليسيز، واللي أحيانا بتسمى بإيشيكاوا دايجرام أو كوز أند إفكت دايجرام، ودي بتستخدم كوسيلة عرض مرئي أو فيجوال برزنتيشن لجميع الأسباب المحتملة، وكمان بتساعد بشكل كبير جدا في الوصول للروت كوز أو السبب الجذري للمشكلة اللي بتقابلنا. ممكن تعملها لوحدك وتخططها كده في ورقة قدامك وانت بتفكر في المشكلة اللي بتدور لها حل، أو تستخدمها في مجموعة أو جروب وتعمل برين ستورمينج وتتشاركوا في توليد أفكار وحلول أكتر. المشكلة اللي بنحاول نحلها بنكتبها في راس السمكة، وعلى الهيكل بنحدد المين كاتيجوريز، وممكن هنا نحتاج ال6 M's اللي اتكلمنا عليهم في السوات اناليسيس قبل كده، وال6 M's دي هتكون بمثابة الجينيريك كاتيجوريز أو فئات عامة لكل الأسباب اللي ممكن تكون محتملة. تعالوا كده بسرعة نفتكر ايه هي ال6 M's. مان باور العنصر البشري، ماشين المعدات والآلات، ماتيريال الخامات ومواد التشغيل، ماني التمويل والفلوس، ميجرمنت ودي المقصود بيها القياس والمتابعة والكنترول، وأخيرا ميثود أو البروسيس ونظام العمل. في النهاية الشكل بيكون شبه الهيكل العظمي للسمكة. نشوف مثال على كده عشان نفهم أكتر. في عندنا مصنع بيواجه مشكلة وهي زيادة المنتجات المعيبة بنسبة 20%، فتعالوا كده نعمل برين ستورمينج ونشوف ممكن تكون ايه الأسباب المحتملة. ممكن يكون بسبب التيرن اوفر وخروج بعض العمالة الماهرة واللي عندها خبرة من الشركة، أو إن المهندسين الجداد مثلا لسه محتاجين تدريب، أو إن نظام الحوافز الجديد محتاج يكون مربوط بالجودة مش بس بكم الإنتاج. الحاجات اللي زي كده هتكون تحت المان باور. وأسباب تانية ممكن مثلا إن الماكينات محتاجة صيانة أو إحلال لأنها أصبحت قديمة ومشاكلها كتير، أو إن السوفت وير بتاع بعض المعدات والأجهزة محتاج يتعمل أبديت، أو إننا محتاجين تمويل عشان نشتري ماكينات جديدة بكفاءة تشغيل أعلى، أو إن تعليمات التشغيل مش واضحة، أو إن الورشة مش منظمة وإن مفيش مسؤولية وأدوار محددة، أو إن الكنترول ومراقبة الجودة مجرد تسطيف ورق مش أكتر، أو إن المواد الخام من المورد الجديد مش بالجودة المطلوبة. كده إحنا كونا نظرة عامة على كل الأسباب اللي ممكن تكون محتملة. نشوف بقى إيه هي أهم الأسباب واللي بيكون عليها اتفاق ما بين أفراد الفريق واللي المؤشرات والبيانات بتشاور عليه. بناخد السبب ده ونتعمق أكتر في محاولة إننا نوصل للروت كوز بتاعه، وهنستخدم هنا الفايف وايز. والفايف وايز بإيجاز هي إننا بعد لما بنحدد السبب بنحاول نتعمق أكتر ونسأل ليه هو بيحصل، ومع كل إجابة بنسأل تاني ليه مرة كمان، وهكذا لحد ما نوصل للسبب الرئيسي ورا المشكلة دي. وبكده نكون وصلنا لحل نهائي للمشكلة، ونكون برضو وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، ونتقابل قريب إن شاء الله.